بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عاملين ايه يا بنات؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وسعادة. النهاردة معانا تورتاية كده عسولة وجميلة وكانت خفيفة على القلب جدا. هقول لكم على المقادير بسرعة كده عشان انا عايزة اتكلم معاكم في شوية حاجات وعايزة احكي لكم على موقف حصل لي، ويا رب ما في اي حد يتحط في الموقف ده ابدا، وبرضه عشان تتعلموا منه وتخلوا بالكم برضه. تمام. معايا الحلة ديت اخدت مني 300 جرام دقيق اسبونج، عليهم ربع كوباية مية وحبة كده، واخدت مني 3 بيضات ونص معلقة محسن جل وكيس فانيليا. وطبعا حطيتها بقى في الحلة وحطيتها على درجة حرارة 180 او 200. انتي طبعا تابعي الفرن بتاعك. شوفي الكيك استوى ولا لأ. ما تاخديش مني ان انا مثلا بقولك حطيها في درجة حرارة كذا او حطيها مثلا نص ساعة او كده. لا، انتي تابعي فرنك وتابعي دنيتك عشان الحاجة ما تتحرقش. الحاجة جاية بفلوس ومش عايزة خسارة. اخدت مني قد ايه بقى كريمة بالتغليف بتاعها بكله؟ هتاخد مني كوباية الا ربع، يعني الكوباية ديت انا هستخدم الحبة اللي فاضلين في الكبات. اخدت مني معلقة تشيز كيك، معلقة لبن بودر، معلقة باستري، وعليهم كوبايتين وربع مية. يعني انا حطيت لها 3 كوبايات مية. حطيت لها كوبايتين ميه وسبت التالتة جنبي عشان لو لقيتها تقيلة ولا حاجة ازود منها. لا، الكريمة خلاص بقت بتتمسك معانا جدا، وانا الجو سقع عندي جامد فبقيت بزود لها الميه. وطبعا زودوا اللبن البودر والباستري والحاجات دي عشان الطعم يبقى غني اكتر، عشان كل ما بتزود لها ميه الطعم بتاعها بيقل. هنا طبعا حشتها وخلصتها بقى وهغلفها واحطها في التلاجة تتماسك. واهم حاجة الدعامات، عشان الدعامات دي اللي هتمسك التورتاية، عشان التورتاية بتاعتنا كانت عالية. الكادر بتاعي 12 سنتي، وانتوا شايفين ما شاء الله التورتاية طالعة برا الكادر في حوالي 15 سنتي. الكوبايات ديت هي اسمها عندنا كبات، فالكبات ديت انا بعملها. انا كان عندي كيك ياما عملت 10 كبات. الكبات ديت انا بطلع الخمسة ب100. ما شاء الله عرض جميل جدا، وما شاء الله ما بيستناش دقيقتين وبيتباع عندي في ثانية. يعني انا اول ما بنزل ده فوري ما شاء الله بيتاخد على طول. فهما كانوا موجودين عندي، قلت اما اعملهم بالمرة مع التورتيه، ما كانش عندي شغل فقلت هعملهم واطلعهم. هما اخدوا مني حوالي ربع كوباية كريمة، ما اخدوش كريمة ياما، اخدوا مني بصراحة مش عارفة قد ايه علشان كان فاضل كريمة من التورتاية، فقلت اعمل بيها وكده. فبصراحة انا مش عارفة هما اخدوا مني كريمة قد ايه، هبقى اعرف لكم لما اجي اعمل الكوبايات دي تاني. تعالوا بقى اما احكي لكم عن الموقف اللي حصل لي، موقف ربنا ما يحطكم فيه ابدا. انا في بيدج شغالة زي ما بيني وما بينها حوالي 6 ساعات، هي في بلد بعيد عن البلد اللي انا موجودة فيها. الطريق من عندي لعندها حوالي 6 ساعات، بس في ايه؟ في المواصلات. اللهم صل على النبي. هي البيدج بتاعتها ما شاء الله شغالة وربنا يرزقها يا رب ويرزقنا جميعا. هي منزلة عروض، العروض ديت عجبتني جدا، فانا نزلتها عندي، اخدتها من عندها ونزلتها عندي. والله العظيم يا بنات هي الصورة عجبتني جدا، والعروض ما شاء الله كمان، يعني العروض عجبتني. فقلت هعملها وهنزلها عندي. فانا كتبت عليها متاح التنفيذ، وكتبت عليها علشان انا كنت ما نزلت الشغل من زمان، فكتبت عليها عروض لولو مش عارف ايه ومتاح التنفيذ. والله حتى منزلاها بنفس الاسعار اللي هي منزله بيها وممكن اكتر كمان. يعني انا مش فاكره هي كانت منزله الاسعار بتاعتها قد ايه. لقيتها رنت عليا، جوزي هو اللي رد عليها، ما كانش معايا التليفون. فبعدها انا جيت وكده وقام قايل لي الرقم ده رن عليكي وعايزه اكلمك. فانا كان عندي شغل في اليوم ده ومعرفتش ان انا اكلمها. فدخلت لها بقى وانا خلاص خلصت شغلي وكل حاجة، وقاعدة بقى بالليل اشوف برد بقى على الناس اللي عايزين طلبات وعايزين حاجات، فبرد عليها فافتكرتها وكده. دخلت كلمتها على الواتس، قالوا السلام عليكم، حضرتك رنيتي عليا وجوزي اللي رد عليكي. لقيتها بتكلمني بتقولي انا صاحبة الصور اللي انتي اخدتيها ومنزلاها عندك. فانا كلمتها بكل احترام ومن حقها ان هي تخش تكلمني. قلت لها من عينيا الاتنين معلشي انا اسفه ان انا اخدتها. بتقولي الناس بتستأذني وبيخشوا يكلموني عشان ياخدوا الصور. ايوه انا عارفه ان انا غلطانه وان انا ما استأذنتكيش في حاجه زي ديت، بس والله هو الفكره ان الصور عجبتني والله ما صلى على النبي العروض عجبتني.
فقلت لها خلاص انا همسحها من عينيا الاتنين حاضر، وكلمتها بكل ذوق وبكل حاجة حلوة. هو اول مرة اتحط في موقف زي ده، واول مرة ان انا اعمل حاجة زي كده ان انا مثلا اخد حاجة مش بتاعتي واحطها عندي. فوالله العظيم هي الصور عجبتني والعروض عجبتني، فانا نزلتها عندي وكتبت عليها متاح التنفيذ. فدي بس كل اللي حصل لي. فمش عايزه اقول لكم انا كنت في نص هدومي، كنت محروجه منها جدا وهي بتكلمني، وكمان انا زعلت من نفسي ان انا اخدت حاجه حد وان حطيتها عندي على الصفحه وكده. بس والله العظيم انا ولا في نيتي اي حاجه، ولا اي حاجه من ديت في نيتي ابدا. يعني مفيش اي حاجه في نيتي وحشه ان انا ممكن اعملها. هو الموقف وحش جدا وربنا ما يحطكم فيه. مع ان انا والله العظيم انا في بنات كتير بخش اتفرج على شغلهم، الاقوهم واخدين شغلي من شغلي ومنزلينه. عمري في حياتي ما دخلت جرحت واحده بالكلام، عمري ما قلت لها انت ليه واخده الصور، انت ليه حاطه الصور، لا مش عارف ايه. والله العظيم عمري في حياتي ما دخلت حرجت حد ولا حرقت دمه ولا اتكلمت معاه. مع ان كان في واحده عامله نفس البادج بتاعتي ونفس الصوره ونفس كل حاجه، ما عدا الرقم بتاعي كانت مغيراه. يعني عمري في حياتي ما دخلت قلت لها انت ليه عامله كده، مع ان من حقي ان انا اقول لها غيري الصوره وغيري الاسم وغيري كل حاجه. بس انا ما فيش الطبع ده ابدا. حبيت اعرفكم بقى الموضوع علشان خاطر ما تقعوش فيه وتتحرجوا زي ما انا اتحرجت وما تتحطوش في نفس الموقف اللي انا اتحطيت فيه. التورتيه بتاعتنا القمر احنا ما اتكلمناش عليها اصلا النهارده خالص، فان شاء الله نبقى نتكلم على الشغل اللي هينزل بعد كده. وخلاص الفيديو خلاص هيبدأ يخلص اهوت يا حلوين. وبتمنى منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس